عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع، بالرغم من ان ابراهيم فايق شخص محترم، وبالرغم من اني زعلان على اهانه رئيس نادي الزمالك ليه ولوالدته الله يرحمها، لكن انا مستغرب شويه يعني من الموضوع. انا هشوف الموضوع بطريقه تانية او بناحيه تانية. هو في ايه؟ هو ايه يعني ايه اللي حصل جديد عشان الدنيا تقوم القومه دي؟ ما كل يوم من ده، ما كل يوم مصر كلها بتشتم. يعني ايه اللي جد في الموضوع عشان كل الاعلام او كل السوشيال ميديا واقفه جنب ابراهيم فايق وبتساند ابراهيم فايق ووالده ابراهيم فايق؟ طب ما الراجل شتم مصر كلها. الراجل كل يوم بيطلع يشتم في رموز النادي الاهلي وفي امهاتهم وفي اهاليهم وفي اعراضهم. ايه اللي جديد؟ يعني ايه جديد عشان الناس تتحمق قوي كده وتهيجي الهوجه دي؟ حاجه غريبه جدا ملاحظها من امبارح على السوشيال ميديا وعلى كمان الشاشات تلفزيون. جميع القنوات الرياضيه بتساند ابراهيم فايق بطريقه غريبه جدا، وكأن تعدوا عليها شخصيه، مع ان كل رموز النادي الاهلي وعلى راسها رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وهو قيمه وقامه كبيره جدا جدا في افريقيا مش في مصر بس وفي العالم العربي كمان، بيتشتم وبامه وباهله وباخته وباكثر الشتائم. ومش هو بس، ومش منه بس، من قناه نادي الزمالك واللي قاعدين فيها كلهم، ومفيش حد بيطلع يعني يتهز جفن بس. لكن اللي حصل من مرتضى منصور او المستشار مرتضى منصور، وانا بكن له كل الاحترام والتقدير، مانيش موافق عليه طبعا. وان الست الله يرحمها والراجل محترم ابراهيم فايق، بس ده برضه غريب جدا اللي بيحصل. الدنيا هاجت عشان تدافع عن ابراهيم فايق والحاجه الله يرحمها. طب والراجل محمود الخطيب ده كان عمل ايه؟ ما كانش حد دافع عنه ليه؟ وما كانش حد ومحدش هاج كده ليه لما الشتم بعرضه وبشرفه؟ محدش اتكلم ليه ومحدش فتح بقه ليه؟ ولا ناس يعني؟ ولا ده مصر كلها بتشتم كل يوم؟ كل يوم بيشتموا، ومسؤولين ووزراء وناس كبيره جدا في البلد وبتشتم، ومفيش حد بيتكلم ولا في حد بيساله. ف بجد انا مستغرب للي حاصل، وكأن اللي حاصل ده شيء جديد على الساحه الرياضيه، او يعني ده حاجه كل يوم. احنا كل يوم بنشتم، كل يوم يا باشا بنسمع شتايم وافظع الالفاظ كل يوم يا باشا. ولا انت لسه صاحي من النوم يعني؟ ولا ايه؟ مش فاهم يعني. انت لسه صاحي من النوم سمعت الكارثه؟ لا يا حاج، ده كل يوم واحد بيشتم جديد. الدور كان على ابراهيم فايق ووالدته الله يرحمها ويرحم موتانا جميعا. فهو زيه زي اي حد، مع احترامي يعني للراجل ووالدته الله يرحمها. فاحنا الدنيا اتقلبت واتهزت، وكأن الراجل عمل شيء جرم او حاجه يعني جديده اكبر من اللي بيعملها كل يوم. ما هو كل يوم بيشتم يا معالي البيه فوق، كل يوم بيشتم. ايه الجديد؟ ايه الجديد يعني؟ وكأن ابراهيم فايق شخص ما ينفعش حد يشتمه او ما ينفعش حد يتلفظ عليه ولا لا. كل الناس بتشتم، اشمعنى ابراهيم فايق؟ بدل ما تتكلم على ابراهيم فايق اطلع من الاول واتكلم على الموضوع نفسه، الشخص نفسه ازاي يتجاوز